الحكم احتسب طرد اللاعب احمد توفيق في الشوط الاولاني، وكوع اللاعب احمد توفيق كانت مفروضه. وفي نفس الماتش برضه كان في ضربه جزاء في نهايه الماتش، وكانت ضربه الجزاء غير صحيحه. المباراه الثانيه كانت بين نادي بيراميدز ونادي سموحه. بيراميدز سجل هدف في الدقيقه بلس 90. ورجعنا الهدف كان تسلل، والراجل اللي قاعد في الفار مش عارف يرسم الخط. صغير لسه في اولى ابتدائي يعرف يرسم خط مستقيم. واخطاء تانية كتير مضيعه متعه كره القدم وعداء كره القدم، ولازم يبقى في وقفه مع الحكام. ايه رأيك يا كابتن في الأخطاء دي كلها؟ كل مرة بنحصل دوري بسبب الأخطاء التحكيمية. احنا بنحاول نقلل الأخطاء يا ريس عشان يبقى في عدالة بين الفرق كلها. هي فين العدالة دي؟ ده في ماتش بيراميدز أحمد توفيق اتطرد وكوعه كان مفروض. في نهاية الماتش اتحسب ضربة جزاء لجراديشار، ونفس الضربة دي كانت في ماتش تاني ما اتحسبتش. والله يا ريس هي بتبقى وجهات نظر، ممكن الحكم يصيب وممكن الحكم يخطئ وما يكونش موفق في الماتش. ازاي يعني تضيعوا علينا الدوري كذا سنة ورا بعض وتقول لي بسبب سوء تقدير؟ وبعدين انا شايف ريحة مش كويسة، وبعدين في الأخ بتاع الفار ده مش عارف يرسم خط مستقيم كويس. بص يا ريس انا هجيب لك من الاخر، من غير لف ودوران. عايز تظبط دينتك تظبط حكامك. طب ما تقول كده من زمان، بقالي ساعة ونص معاك بهدي في الكلام. يا ريس الحكم بيقبض 10,000 جنيه بس، واللاعب من ده بياخدها 100 مليون جنيه. ده اسمه ظلم يا ريس. ده ما هي طلباتكم. اعتبر ان الحكم لعب عندكم. بس ده كتير قوي، لو اعتبرت الحكم لعب عندنا ده شيء مبالغ فيه، وبعدين لازم يبقى فيه تفاوض. زي ما تحب يا ريس. عايز كل الماتشات تتظبط ولا عايز ماتشات معينة؟ انا سامع ان في انديه عامله لكم شهريه، عشان كده بلاقي ضربات جزاء بتتحسب وحاجات تانية كتير، وانا ممكن اعمل زيهم. شهرية شوية يا ريس، وبعدين انت نادي خليجي المفروض ترفع السقف شوية زي ما قلت لك. انت عايز 100 مليون جنيه انت كمان ولا ايه زي زيزو؟ وبعدين اصلا اللي بياخد الدوري بياخد 2 مليون جنيه، وهو ده المبلغ اللي انا بعرضه عليك اللي هي مكافأة الدوري. طب والناس التانية اللي في غرفة الفار المفروض تتظبط هي كمان. وبعدين بدل ما انت ما بتدفعوا فلوس الجماهير وتجيب لهم وجبات، وفروا الفلوس دي وادوها للحكام، على الأقل هترجع بفايدة على النادي. ها لا حلوة الفكرة دي. كده كده اصلا الجماهير بتاخد فلوس ووجبات، وفي الاخر مشجع الفرقة الخصم. فكرة هايلة الصراحة.